تهرب فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة من الحديث عن مستقبله مع النادي الكتالوني. وفي تصريحات صحفية قبل مباراة إسبانيا الافتتاحية ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 رد توريس على سؤال مباشر حول بقائه في برشلونة الموسم المقبل بقوله: أرى نفسي ألعب غدا ضد الرأس الأخضر، في إجابة مقتضبة تترك الباب مفتوحا أمام احتمالات الرحيل، خاصة مع ارتباط اسمه مؤخرا بباريس سان جيرمان. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المنتخب الإسباني قبل المباراة الافتتاحية، اختارت لا روخا فيران توريس للحديث إلى الإعلام، حيث أدلى بتصريحات حول مستقبله مع برشلونة ومباراة الرأس الأخضر المرتقبة. ويحمل تصريح توريس رسالة واضحة توحي بعدم وجود ضمانات لبقائه في برشلونة، رغم أنه كان لاعبا محوريا في المراحل الأخيرة من الموسم، وتقدم على روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي، حيث كان يتوقع أن يتحرك النادي الكتالوني لتمديد عقده في وقت أقرب بكثير مما فعل. وارتبط اسم مهاجم فالنسيا السابق مؤخرا بباريس سان جيرمان في وقت يتوقع أن يبدأ أساسيا مع إسبانيا في كأس العالم، ما دفع برشلونة للإسراع في إتمام تمديد عقده تجنبا لخسارته في صفقة انتقال حر أو مقابل مبلغ أقل من قيمته السوقية. يبدو أن مستقبل اللاعب برادلي باركولا بات بعيدا عن باريس سان جيرمان بعدما فقد الكثير من أهميته في التشكيلة الأساسية للمدرب لويس إنريكي. واستمع باركولا إلى عدة عروض، لكن كل المؤشرات تدل على أن رحيله عن حديقة الأمراء لن يكون وشيكا نظرا لانشغاله حاليا بالمشاركة في كأس العالم. وذكرت صحيفة سبورت أن اسم باركولا ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الذي يبحث عن تدعيم هجومي، لكن بعد التعاقد مع أنتوني جوردون أصبحت نية النادي الكتالوني تقتصر على جلب مهاجم صريح، مع اعتبار جوليان ألفاريز الهدف الرئيسي. وتشير التوقعات إلى أن بيع باركولا الذي قد تتجاوز قيمته 70 مليون يورو يتجه أكثر نحو الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد حساب الجميل على منصة إكس المعروف بمتابعته الدقيقة لأخبار باريس سان جيرمان أن اللاعب تلقى اهتماما من أندية إنجليزية، وأن برشلونة ليس من بين الأندية التي تحركت للتعاقد معه، بل إن هذه المعلومات تستبعد انتقال اللاعب إلى برشلونة خلال الصيف الحالي، رغم أنها لا تستبعد رحيله عن باريس سان جيرمان. وبحسب المصادر نفسها، فضل باركولا التركيز على مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، ولا يتوقع حدوث تطورات سريعة بشأن مستقبله في الوقت الراهن. وفي برشلونة يدركون جيدا جودة اللاعب الفرنسي، لكن النادي استثمر بالفعل في مركز الجناح من خلال ضم أنتوني جوردون. ويحظى باركولا باهتمام كبير من أندية ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد، وقد استفسرت الأندية الثلاثة عن وضعه وتواصلت مع محيطه. نجح ريال مدريد في تأمين مستقبل أحد نجومه الواعدين بعدما تردد مؤخرا اهتمام غريمه برشلونة بخدماته بعد تألقه خارج البرنابيو. ويتعلق الأمر بالجناح الشاب فيكتور مونيوز الذي رحل عن فريق الكاستيا الصيف الماضي صوب أوساسونا الذي ضمه ل5 سنوات. وقالت صحيفة آس إن الريال لم يتخلى عن اللاعب نهائيا، وذلك من خلال شرط إعادة البيع مقابل نحو 10 ملايين يورو. وشرح جوزيه فيليكس دياز مدير تحرير صحيفة آس موقف الريال بشأن مستقبل فيكتور مونيوز قائلا: نجح ريال مدريد في الحفاظ على خيار إعادة الشراء لمدة موسم واحد في الصفقة الثلاثية التي توشك على الإتمام بين أوساسونا ونيوكاسل وفيكتور مونيوز، مما يفضح كل من كان يتحدث عن أن الأمر برمته مجرد خطوة تمهيدية لانتقال المهاجم إلى برشلونة. وأضاف: لم يعارض ريال مدريد أبدا عملية الانتقال، لا سيما وأنها كانت قرارا اتخذه أوساسونا واللاعب نفسه، خاصة بعد أن قرر النادي المدريدي عدم تفعيل خيار إعادة الشراء أو حق الشراء الأول، لكنه وصل إلى هذه النقطة تحسبا لحدوث ما يتوقع، وهو الظهور النهائي للاعب السريع في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأردف: إذا كان هناك شيء واضح بالنسبة للاعب المشارك في كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، فهو رغبته في الحصول على فرصة للعب ودقائق في وجهته التالية، وهو ما يبدو أنه وجده في نيوكاسل. كان هذا هو شاغله الوحيد بعد أن قرر ريال مدريد ترك الأمر لوكيله خوانم لوبيز واللاعب ليقررا الوجهة. استفسر مانشستر يونايتد وليفربول بالإضافة إلى بعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عن اللاعب، لكن فكرة الانضمام إلى نيوكاسل كانت دائما هي الأقوى. وأضاف:
كان برشلونة هو الفريق الآخر الذي استطلع إمكانية التعاقد مع فيكتور مونيوز. في الواقع كان برشلونة أول من استفسر عن وضعه، لكن كان من الواضح تماما للاعب ووكيل أعماله أنهما لم يكونا ينويان الدخول في صراع مع ريال مدريد، النادي الذي وثق به لتدريبه وإطلاقه في طريقه نحو النخبة، وهو ما شكل عاملا أساسيا في الانطلاقة التي حققها في أوساسونا. واسترسل كان زمام الأمور بيد إدارة النادي المدريدي بفضل حق إعادة الشراء وحق الشراء الأول اللذين شكلا أساس الاتفاق مع أوساسونا في صيف عام 2025. ولم يطرح موضوع دفع قيمة البند أبدا خلال هذين الشهرين اللذين أثار فيهما مستقبل اللاعب التكهنات.